شغلك، الحل عندك انت وفي ايدك انت. بص، هو انت لو بتصحى كاره شغلك ومش عايز تنزل، انت في مصيبة، صدقني في مصيبة، بس مش دي النهاية. بص، هو كلنا اشتغلنا شغلانات احنا مش حابينها، وصدقني كارهينها حتى ومش عايزين نتحرك من على السرير ننزل نروح نتحرك لها. تمام. بس هو في ناس بتبني جنب الشغل دوت حاجة تضيف ليها دخل، زي مهارة، ان هو يتعلم حاجة، زي ان هو مثلا بيصنع حاجة مثلا وبيعرضها. وفي ناس هتشتكي وخلاص، الناس الشكاوى وخلاص دي ابعد عنها، يعني ضمانا لسلامك النفسي. بص، هو انت مش لازم تسيب الشغل دلوقتي، اللي هو دلوقتي حالا، بس لازم تبقى حاطط في دماغك يبقى في خطة خروج. اهم حاجة ما تسيبش الشغل يقتلك، يقتل شغفك، يقتل طموحك. انت مش لازم تبدأ تسيب الشغل من دلوقتي، لا، بس لازم يكون في دماغك خطة خروج ازاي تسيب الشغل وتروح لحاجة انت بتحبها تدر عليك دخل يكفيك. قول لي بقى في الكومنتس ايه الحاجة اللي انت بجد نفسك تشتغلها.